معبر الشهيد مصطفى بن بولعيد الحدودي سيربط بين الجزائر وموريتانيا بالقرب من مدينة تندوف الجزائرية ومدينة شوم الموريتانية. هذا المعبر البري هو أول معبر يربط بين البلدين الجارين. غرفة التجارة في ولاية تندوف تؤكد أن المعبر سيفتح الطريق إلى سوق دول شمال غرب إفريقيا. وزارة الداخلية الجزائرية ركزت على الأهداف الأمنية لفتح هذا المعبر. التحولات العميقة والمتسارعة التي تشهدها منطقتنا وتنامي ظاهرة الإجرام المنظم العابر للحدود بشكل بارز ومقلق. الجانب الموريتاني يؤكد أن المعبر بين الدولتين ستكون له آثار إيجابية في تنمية المناطق الحدودية. من الناحية الأمنية حيث سيساهم في تعمير المناطق الحدودية للبلدين ومكافحة الهجرة السرية والتصدي للإصابات التهريب المخدرات والإتجار بالبشر. وزارة الداخلية الجزائرية أعلنت أن كلفة إنشاء الطريق الواصل إلى المعبر ستصل إلى 1,150,000,000 دينار جزائري، ما يعادل 8,5 مليون يورو. سكان المناطق الحدودية على الجانبين استحسنوا الخطوة ويأملون أن يكون للمعبر تأثير إيجابي على حياتهم. هذه الطريق اللي مبين هون وموريتانيا والجزائر تخدم الشعب وفاك العزلة. على هاي المنطقة عاد فيها الإرهاب ويقتطنها. هم دابين تحل بأقرب وقت وتكون الخدمة إن شاء الله مارش وتقلع شوي بطالة، تقلع تخفف. فتح المعبر بين الجزائر وموريتانيا سيتبعه تأهيل وفتح معابر أخرى مع مالي والنيجر في مرحلة لاحقة حسب الداخلية الجزائرية. بفتح هذا المعبر الحدودي الجديد ستنتهي معاناة سكان الحدود وسيفتح الباب على مصراعيه للتبادل التجاري بين البلدين. معبر هو الأول منذ استقلال الجزائر سيحارب التهريب وخاصة تهريب السلاح. فاطمة زهراء فكاني من معبر مصطفى بن بولعيد لفرانس 24.